اجي نوريكم كيفاش تحضروا المدفونه التونسيه، الاكله الزمنيه. كتجي لذيذه وما تشبعوش منها، وكتجي قاره زيتها وطيبه على حقها وطريقها. قبل ما نبدا معكم الوصفه، كنتمنى انكم تشتركوا في القناه، تشجعوني بجيم وتخليوا لي كومونتير زوين. يلا نبداو. اول حاجه بديت بها هو انني درت داك الهرقمه ديالي تسلق في شويه ديال الماء، وفي طنجره اخرى درت شويه ديال الزيت يسخن، وكناخذوا السلق اللي كنت غسلته من قبل بشويه ديال الفينيغ والماء، ونشفتو مزيان مزيان بالبابي. هانتوما شوفوا ما فيش قطره نتاع الماء، علاش؟ باش ملي نحطو في الزيت يتقلى ما طيرناش داك الزيت باغتو. دونك غنوريكم واحد لا تكنيك باش الزيت ما تطيرش وترول لكم الدنيا. كناخذوا شويه من داك السلق وكنديروه في ديك الزيت وكنغطيه. شوفوا على هاد الطريقه، وضروري من التحريك باش ما يتحرقش لينا. هو اصلا فيه الماء، يعني داكشي علاش خص ضروري نشفوه. دونك من بعد ما كيتقلى كيجي على هذا الشكل، راه كيجي مقرمش بحال النعناع الشايح. هنا الهرقمه ديالي هانتوما دازت 20 دقيقه، خرجتها من داك الماء ودزت هنايا الميكسي السلق حتى كيرجع ليا على هاد الطريقه. خديت كوكوط، حطيت فيها هذيك الهرقمه اللي سبقنا سلقناها 20 دقيقه. حنا كنسلقوها غير باش يتحيد منها الا كانت فيها شي حاجه، ولا كتحيد داك الزفوره ديالها. دونك وزدت عليها الماء لا كونتيتي اللي غادي طيب فيها. انا مع الكوكوط درت كونتيتي د الماء اللي غادي تقدني تسلق فيها. وهنايا كنشارك معكم التوابل اللي درت فيها. درت فيها شويه ديال التحميره اللي هو الفلفل الاحمر، شويه ديال التابل وكرويه، شويه ديال الفلفل الكحل، الهريسه. وهنا غنزيد السلق، وراني كنت زدت الملحه وحتى الخرقوم، غير كنت نسيتهم هنا نشاركهم معكم. واخر حاجه كنزيد معلقه صغيره عامره نتاع الثومه. الا لاحظتوا راني ما زدتش الزيت حيت داك السلق ديجا فيه الزيت، شرب داك الزويته اللي تقلع فيه. وكنسد الكوكوط ديالي وكنخلي هادشي يطيب على خاطرو على نار مهيله. هنايا من بعد ما غلا وطاب ليا داك الهرقمه نص طيبه، غادي نزيد عليها اللوبيا بيضه اللي سبق لي رقدتها ليله كامله، وغادي نخليهم يطيبوا مع بعضهم. هنا من بعد ما طابوا ليا بقات 10 دقائق ونطفي الكوكوط. غادي نزيد عليها لا فيونداشي اللي فوحتها بشويه ديال الثومه، شويه ديال الملحه، فلفل احمر، شويه ديال البوفر نوار. وتقدروا تفوحوها بداكشي اللي بغيتو. كنزيدها وما نبقاوش كنحركوا بزاف باش ما تفتتلياش في الكوكوط، وكنخليهم يطيبوا 10 ديال الدقائق. وهنا اخر حاجه قبل ما نطفي الكوكوط زدت شويه ديال النعناع الشايح، كيعطيها بنه خطيره. وهنا منين طابت طفيت عليها. شوفوا كيفاش كتجي المريقه خاطره، والريحه ما نعاود لكمش. شوفوا قاره زيتها والمعرقه عاقده وكل شيء طيب على حقه وطريقه. وهنا قدمتهم مع الخبز ديال الدار. يا سلام، شوفوا كيفاش قاره زيتها. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. وبالصحه والراحه.